اهلا بيك عزيزي عزيزاتي اعزائي وعزيزاتي المشاهدين من مشاهدي قنوات ارتك وعرب هاردوير. كيشو، هو انت طلبت فطار؟ طب ايه ما نطلب؟ ثانية واحدة. ماشي حاضر. لحق امتى؟ ولحق يكتب امتى؟ اكيد انت اتحطيت في موقف زي ده وما فهمتش ازاي الناس بتكتب بالسرعه دي في مقابل ان انت بتكتب بالسرعه دي. فانا في الاول عايزك تدخل على الموقع اللي ظاهر قدامك دلوقتي واختبر سرعتك في الكتابه على الكيبورد بتاعه الموبايل. لو لقيت نفسك اقل من 36 كلمه في الدقيقه صدقني انت محتاج تشوف الحلقه دي، وبعد ما تخلص اكتب في كومنت سرعتك قبل وبعد الحلقه. انا مصطفى يسري من عرب هاردوير. الكتابة بسرعة على الموبايل في الوقت الحالي حاجة مهمة لأسباب كتير، بس مش كتير بيكتبوا على الموبايل بنفس سرعتهم في الكتابة على الكيبورد العادي بتاع البي سي أو اللابتوب، برغم إن اللاي أوت أو نظام الأحرف على الموبايل والبي سي هو واحد في الغالب، أو خليني أقول كوضع افتراضي اللي هو الكويرتي أو نظام الكيو دبليو اي ار تي واي، وده طبعا سببه معروف وهو إن الشاشة بتاعة الموبايل ما تجيش قد النمباد أو لوحة الأرقام في أي كيبورد عادية. طب ايه هنفضل عطلانين؟ هل في حل يا ابو المصاطيف؟ عزيزي عودتك في الحلقات بتاعتي ان لو مفيش حل احنا نوجد الحل، والحل في شويه حاجات هقولها لك في الحلقه دي. وخليني ابدا بالكيبورد نفسها. على عكس الكمبيوتر او كيبورد الهارد او الفيزيكال، فالكيبورد الموجوده في الموبايل اللي في ايدك عباره عن سوفت وير، ودي ميزه مش موجوده في لوح المفاتيح الفيزيكال او الماديه، بالتالي بيكون عندك امكانيات اكتر لتخصيصها واضافه المميزات ليها. وبناء على تجربتي فاكتر كم من المميزات ممكن تحصل عليها عن طريق تحميل وتثبيت تطبيق جي بورد او الكيبورد الخاصه بجوجل من البلاي ستور. ده كده بادئ ذي بدء. قبل ما تسال فالمميزات اللي بتديها لك كيبورد جوجل او جي بورد كتير جدا، من ضمنها ميزه زي الجلايد تايبنج، واللي بنصحك انك تستخدمها اكتر من كده. هي بتكون متفعله في الوضع الافتراضي، ممكن تاخد منك شويه وقت بس عشان تكتب بيها بسهوله، بس هي في الاخر هتفيدك جدا وهي سريعه جدا مقارنه بالكتابه العاديه لو اتعودت عليها. ودي اسرع من انك تودي صباعك، واللي هو الابهام بالمناسبه، لان دي مش كيبورد فيزيكال او ماديه زي ما قلت، فالمساحه صغيره. فالافضل ونصيحتي ليك انك تستخدم صباعين الابهام في الكتابه، لانك لو استخدمت السبابه او باقي الصوابع على الموبايل مش هتختلف كتير عن جدي وجدك لما يمسكوا الموبايل اول مره. اذا فدي حاجه الجلايد تايبنج او الكتابه عن طريق السحب، وانك تكتب بصوابع الابهام. بعد كده يجي التكست بريدكشن، ومفيش حد ايا كان هو مين هيقدر يتفوق على جوجل في المجال ده، واللي هو الذكاء الاصطناعي بطبيعه الحال، لانك كل ما بتكتب اكتر الكيبورد بيديلك مقترحات لكلمات اكتر واكتر دقه. خد بالك من اكتر واكتر دقه لانهم مختلفين. يعني مثلا مش هتيجي بعد شويه تكتب انا هيقوم مقترح عليك يحب لعب الكرة في الحديقه مثلا، لا، مع الوقت هو بيفهم من كلامك وبطريقته. ده غير انه بيسync او بيتزامن مع مستخدمين كتير عشان يزود قاعده البيانات بتاعته بالكلمات، يعني مش هيعتمد على محادثاتك انت بس، عشان يوم ما تكتب انا يقترح عليك تكمله للجمله ويقول لك احب قناه ارتك مثلا. يعني يا عزيزي المشاهد انا بقول مثلا مش اكتر، مع اني عمال ادي لك كونتنت من اللي انت بتحبه ويا ريته يتمر. نرجع لمرجوعنا عزيزي المشاهد، انا لا بطلب منك سبسكرايب ولا لايك ولا اي حاجه، المفروض دي حاجه من نفسك. يعني التكست بريدكشن او التكست سجستشن او اقتراح او توقع كلمات ميزه مهمه جدا وهتفيدك في كتابتك على المدى البعيد، وبتشتغل مع العربي والانجليزي بالمناسبه، وبتوفر عليك وقت كبير جدا في حاله كتابه الجمل الطويله مثلا، خصوصا لو بتكتب حاجات كتير متعلقه ببعض او متكرره. يعني كل شويه تدخل واحده تقول لها انا بحبك يا فلانه، انا بحبك يا فلانه، وهي حطاك مش في الفريند زون، لا في الاجنور مسجز زون اصلا. والحقش عن البلوك انك بتزود التفاعل على بروفايلها، مش موضوعنا. المهم الكيبورد بعد كده بتقترح عليك من نفسها، لو انت كتبت انا با مثلا هتقوم هي مكمله الجمله لوحدها عشان ما يبقاش مجهود في الستوكينج ومجهود في الكتابه كمان، هتلاقيها منين ولا منين. وبرضه بتكون متفعله بشكل افتراضي بعد ما بتسطب جوجل جي بورد. لو عايز تكستمايز او تخصص الكيبورد بتاعتك تقدر تدخل على سيتنجز من علامه الترس اللي فوق الكيبورد نفسها، وبعد كده بتدخل على تكست كوريكشن او تصحيح النصوص، مع اني ما شفتش السيتنجز بتاعت الكيبورد دي بالعربي قبل كده، بس يعني عشان اخواننا اللي بيقول اتكلم عربي الطعميه ما يزعلوش. وبعدها هتلاقي قدامك خيارات كتير جدا،
نصيحتي ليك فعل كل الخيارات دي، فعلها كلها بلا استثناء. كل الخيارات دي هتفيدك على المدى البعيد، سواء ان هو يوريك المقترحات، سواء ان هو يتوقع الكلمه التاليه او النكست للي انت بتكتبه. بلوك اوفنسيف وورد لو انت ما بتستخدمش يعني كلمات اوفنسيف، فيا ريت ان انت تفعل برضو الخيار ده. تشوف مقترحات الاوجه التعبيريه او الايموجيز برضو ده بتفعله، وبعدها هتلاقي قدامك خيارات كتير جدا. عايز رايي؟ ايه ده ويت بجد عايز رايي؟ انا اخر مره طلب فيها رايي كان اشرب بيبسي ولا ميريندا، ساعتها قلت بيبسي بس اكتشفت ان ميريندا برتقان مش اسوأ حاجه في الدنيا يعني عادي. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال صعب. بس انت عزيزي المشاهد فهقول لك رأيي، فعل كل الخيارات اللي قدامك لو مش متفعلة كلها بدون استثناء، بس هتيجي عند اخر خيارين واحتمال تلاقي لونهم رمادي، ده لو لقيتهم لانهم لسه في البيتا، اللي هما السبيلنج اند جرامر. مؤخرا جوجل كانت حد سرب لها صوره من تطبيق جي بورد بتاعها انها تضيف جرامر تشيكر، بس الى ان ده يتفعل بشكل رسمي هتحتاج انك تسطب في موبايلك برنامج يشيك على الجرامر، وفي الحالة دي مفيش أفضل من جرامرلي. تطبيق جرامرلي هو تطبيق تصحيح للجرامر والسبيلنج عزيزي المشاهد. لو استخدمت الموقع بتاعه قبل كده فهو قوي جدا، والتطبيق بتاعه ميزته إنه بيتكامل مع كل التطبيقات اللي عندك. يعني لو كتبت على الماسنجر بالإنجليزي هيصحح لك الجرامر لوحده، لو كتبت على أي تطبيق بالإنجليزي هتلاقي علامة جرامرلي بتقول لك اكتب كذا وما تكتبش كذا. هو هيوفر عليك وقت كبير جدا في مراجعة الكلام اللي بتكتبه، وعشان ما تتحطش في مواقف محرجة، خصوصا لو كانت دراستك بالإنجليزي وحبيت تفخمها على حد وتكلمه باللغة اللي انت دارسها بقى وبتاعه، في الاخر تقول له I am on deep shit. جرامرلي هيقول لك لا يا معلم هي I am in deep shit، مش هتبقى في shit وكمان بتغلط في اللغه يعني. المهم انت بعد ما بتخلص تسطيب جرامرلي هيقول لك فعل الكيبورد بتاعته، هتيجي تقول لي الله ولما سطب الكيبورد بتاع جرامرلي نزلت جي بورد ليه من الاول؟ عزيزي المستعجل على رزقه وخليك معايا واحده واحده. احنا هنا هنسطب الكيبورد بتاعه جرامرلي عشان بس ناخد منها ميزه الجرامر مش اكتر، اللي لسه ما اتفعلتش رسميا في جي بورد، عشان في حاله انك هتكتب انجليزي بكميه كبيره يكون عندك اوبشن استخدامها. ما هو مش من كتر الكيبوردات يعني، هم لو فيزيكال او ماديين كنت قلت لك تاجر فيهم، بس دي حتى تطبيقات مجانيه. فاحنا هنفعل الكيبورد بتاع جرامرلي زي ما انت شايف كده، بندوس جيت ستارتد، بعد كده ممكن تلوجن باكونت او لو مش عايز، فانا دلوقتي مش عايز نوت ناو. بعد كده بيقول لك اد جرامرلي كيبورد، زي ما قلت لك كده احنا هنفعل الكيبورد علشان ناخد منها جزئيه الجرامر والسبيلنج، لان هي اللي موجوده فيها دلوقتي، لان لسه جي بورد ما جاتش فيها بشكل رسمي. فهندوس هنا هنخليها اون، ماشي اوكي. بعد كده نرجع تاني، بعد كده هيقول لي سويتش انبوت ميثود. هنا بقى انا بختار الكيبورد اللي انا عايزها، سواء ان انا عايز جي بورد اللي فيها سبيلنج تشيكر بس، او عايز جرامرلي اللي فيها جرامر وسبيلنج تشيكر، ده في حاله ان انا هكتب انجليزي. بس تاخد بالك برضو ان جرامرلي هي شغاله على الانجليش بس، على عكس جي بورد او جوجل بورد او جوجل كيبورد وات ايفر، يعني هي شغاله على كل اللغات تقريبا بس من غير جرامر. فعلى حسب انت بتكلم مين او بتكتب ايه تسويتش الكيبورد في اقل من ثانيه، لغايه ما يتم تفعيل الميزه دي رسميا في جي بورد، وساعتها هرجع لك في حلقه ثانيه واشرح ازاي تربط جي بورد بجرامرلي، او جايز كمان ساعتها جوجل تتفوق على جرامرلي وهتبقى مش محتاج غير تطبيق واحد للكيبورد في موبايلك، وترجع للحلقه اللي شرحت فيها ازاي تشيل التطبيقات المثبته مسبقا من موبايلك بدون روت وتمسح الكيبورد الافتراضيه اللي جايه مع الموبايل. طب قبل ما اتنقل للكام حاجه اللي جايين واللي هنصحك باستخدامهم، خليني اقول لك الاول على خيار مهم جدا لما تفعله، وهو خيار النم رو او صف الارقام، سواء في كيبورد جرامرلي او في جي بورد. الخيار ده هيوفر معاك وقت كبير جدا وانت بتكتب اي حاجه، لانك مش هتحتاج تسويتش من الحروف للارقام كل شويه. الصف بتاع الارقام هيكون قدامك، تكتب كل اللي انت عايزه من غير ما تخرج من الكيبورد نفسها. وتفعيل الخيار ده بيكون من الاعدادات بتاعه الكيبورد نفسها. بالنسبه للجي بورد مثلا بتدخل على السيتنجز بالترس زي ما قلت لك قبل كده، بعد كده بتدخل على بريفرنسز، ومن بريفرنسز اول اوبشن هتلاقي النمبر رو، بتفعله وكده انت بقى عندك صف الارقام. اما في جرامرلي فهتدوس على اي مكان تقدر تكتب فيه تكست برضو عشان تفتح الكيبورد، بعد كده بتدوس على علامه الجي اللي موجوده فوق الخضره دي، وهتلاقي تحت علامه برضو الترس او السيتنجز اللي بتدخل عليها، هتدخل عليها كده، وبعد كده هتدخل على كيبورد كاستمايزيشن، وهتنزل تحت حاجه بسيطه هتلاقي النمبر رو، هتفعله وكده بقى عندك خط او صف الارقام فوق الحروف بتاعه الكيبورد، وانت كده في الامان سواء بتكتب عربي او انجليزي. بعد كده بتيجي ميزه جامده جدا بقى ويمكن كتير ما يعرفوهاش، عشان انت بس عزيزي فهقول لك عليها، وهي ميزه الجستشر كورسر كنترول. من غير كلام كتير، الميزه دي بتخليك تقدر تتحرك في التكست او النص اللي انت كاتبه، مش بانك تدوس عليه وتفضل تتشقلب بقى وتعمل كده، لا، بزرار السبيس او المسافه كانها تاتش باد، يعني بتدوس على السبيس وتحرك. وتفعيل الخيار ده في جي بورد بيكون بانك تفتح الاعدادات زي كل مره زي ما شرحنا، وبعد كده بتدخل على بريفرنسز،
الله اعلم هي مكتوبه عندك الكتابه عن طريق السحب ولا ايه، مش مشكله. وهتلاقي اخر اوبشن هو enable gesture cursor control، بتفعل الاوبشن ده. وبعد كده لما تكتب كلمه، يعني انا دلوقتي مثلا هروح هنا اكتب كلمه جوجل مثلا، عشان اتحرك في الاحرف دي انا بس يا دوب بسحب السبيس على التكست وهو بيتحرك، عشان لو في حرف مثلا كتبته في النص غلط اقدر ان انا اوصل له بسهوله، بدل ما افضل بقى ايه انشن بصباعي على الحرف ده. كمان في اوبشن اللي هو بيظهر لك الرموز فوق الحروف، وهو انك لما تدوس على حرف وتهولد او تدوس وتطول، فمثلا هدوس هنا بيجيب لك رمز بتقدر تكتبه عن طريق الحرف ده، بدل ما تروح برضو لكل شويه تتنقل من كيبورد لكيبورد. انت هنا كل اللي هتحتاجه مثلا عايز اعمل داش او اللي هي الداش اللي فوق، هدوس على اتش، هطول شويه الداش اتكتبت. والخيار ده اسمه لونج بريس فور سيمبلز، هتلاقيه برضو في السيتنجز بتاعه الكيبورد. بتدخل من السيتنجز، بعد كده بتدخل على بريفرنسز، ومن بريفرنسز هتلاقي قبل اخر اوبشن هو لونج بريس فور سيمبلز، بتفعل الخيار ده وكده هيبقى عندك الرموز موجوده على الاحرف اللي في الكيبورد بتاعتك، عشان يبقى اسهل ليك انك تعمل علامات او رموز زي علامات الاستفهام مثلا او تعجب والرموز دي كلها من غير ما تحتاج انك تتنقل للكيبورد بتاعه الرموز. ما تنساش كمان الفويس تايبنج او الكتابه بالصوت والاختصارات. اول واحد بيفيدك جدا لو نطقك للكلمات سليم، واللي هو الفويس تايبنج، وكل اللي بتحتاجه عشان تستخدمه انك تدوس على علامه الميكروفون اللي جنب الكيبورد، سجل وهو هيكتب اللي بتسجله، سواء بقى على تطبيقات محادثه او في السيرش او اي حاجه. والاوبشن الثاني اللي هو الاختصارات، ده ممكن تعمله لنفسك عشان يوفر وقت، تدي اختصارات للكلمات اللي بتستخدمها كتير. مثلا انا لما بكلم حد بقول له سلام عليكم ازيك يا فلان، فانا ممكن اعمل اختصار لكلمه سلام، هو يقترح عليك الاختصار اللي انت مجهزه. يعني هنا مثلا دلوقتي ندخل على السيتنجز بتاعه الكيبورد، بعد كده هدخل على الديكشنري والبيرسونال ديكشنري، وبعد كده بختار اللغه وبدوس على علامه زائد. هنا الشورت كات اللي بكتبها مثلا هي سلام، وهنا هكتب الكلمه اللي انا عايزها اختصارا للكلام ده اللي هي السلام عليكم ازيك يا، هسيبها لغايه كده وبس. كده الاختصار ده اتعمل. هاجي هنا هكتب سلام، هو هيقترح عليا السلام عليكم ازيك يا على طول علشان اكتبها من غير ما احتاج اكتب الجمله كلها. اخر حاجه بقى هقولك عليها هي انك تكونكت او توصل بلوتوث كيبورد بالموبايل. ده لو بقى خلاص انت مش داخل تكلم واحد صاحبك، انت داخل على مشاريع كتابه كامله ومحتاج كيبورد، وفي من الكيبوردز دي كتير. عايز اقولك بتبدا من 100 جنيه لغايه 5000 جنيه لو عايز، بس ركز وانت بتجيب كيبورد بلوتوث انك ما تجيبهاش للبي سي، لان بتاعه البي سي دي ممكن يكون ليها دونجل اللي هو حته اليو اس بي الصغيره دي اللي بتتوصل بالجهاز، والترانسميتر او الباعث بتاعها بيكون في الكيبورد. لا احنا عايزين بلوتوث كيبورد بشريحه بلوتوث منفصله مش محتاجه حاجه معاها عشان تقدر توصلها بالموبايل، والا هتدخل نفسك في قصه محولات بقى زي الاوتو جي واليو اس بي تو تايب سي مش عارف ايه وقصص كتير. فاحنا في غنى عن الكلام ده كله عزيزي المشاهد، احنا عايزين كيبورد زي اللي انا بستخدمها دي، بلاج اند بلاي، يعني دوس على الزرار افتح بلوتوث موبايلك، احلى كيبورد عليه. طب هتيجي تقول لي تمام يا ابو المصاطيف، عرفنا ازاي نكتب بسرعه، انا مش متعلم اكتب بسرعه عشان اكلم الكراش، اعمل ايه؟ مع اني اتمنى لك ده عزيزي المشاهد، مش انك تكتب بسرعه، لا انك تكلم الكراش. بس هقول لك في مواقع كتير تقدر تفريلانس او تشتغل عليها اونلاين، وخصوصا في جزئيه الكتابه، سواء بقى ترجمه او كتابه اصليه او اعاده صياغه. واسهل حاجه طبعا اللي هي تحويل ملفات البي دي اف لملفات وورد، يعني الكلاينت من دول يدي لك ملف بي دي اف ويقول لك حوله لي وورد، وب 10 و20 و50 دولار في بعض الاحيان. انت متخيل سهوله الموضوع؟ ومن ضمن المواقع دي كنت شرحت قبل كده اب وورك في حلقه تقدر تشوفها من هنا او من اللينك اللي في الديسكربشن، وفي مواقع تانية لسه ما اتكلمتش عنها زي بيبل بير اور، خمسات، فايفر، فريلانسر، مستقل، جورو، اي رايتر، وده انصحكم بيه تحديدا لو عايز تطبق اللي اتعلمته في الحلقه دي، لانه متخصص في مشاريع الكتابه هو وبلوكينج بروف. يعني في مواقع كتير بس خلي بالك عشان المنافسه فيهم عاليه، فهتحتاج شويه نصايح في كل موقع ازاي تستخدمه وازاي تقدر تظهر، خصوصا وسط الهنود اللي مستحوذين على نسبه كبيره من الفريلانس او العمل الحر في الوقت الحالي. بس اكيد مش هينافسونا في الكتابه بلغتنا. انا مش متخيل لو قريت مقاله بالعربي كاتبها واحد هندي يا رب بصوت احمد مكي بتاع محبوبه عشيكي. محبوبة آخرنا محبوبة آخرنا